السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بقناة زوم نيوز. ولكن قبل أن أجيب عن السؤال من هو أحمد المرزوقي، لزاما علي أن أقوم بمقدمة. المقدمة التالية هي أنني يعني هذه الأسئلة كثيرا ما تتكرر، وأنا أشعر بهذا وأشعر بنوع من الحرج، لأن الأسئلة حين تتكرر وحين تجتر يعني تفقد من قيمتها. ولهذا أنا من طبعي يعني دائما ألبي دعوة الشباب، سواء في مؤسسات أو في الثانويات أو في الجامعات إلى غير ذلك، يعني رغبة مني في التعريف بفترة من الفترات الحالكة التي مر منها المغرب. لهذا أقول دائما بأنه ينبغي على الشباب المغربي أن يكون على إلمام كبير وعميق بتاريخ بلاده، لأن هذا الجيل الناشئ إن لم يعرف تاريخ بلاده فسيكون صعب عليه جدا أن يعرف حاضر وتاريخ بلاده. المهم، أحمد المرزوقي هو ضابط سابق في الجيش المغربي. ازددت في سنة 1947 في دوار كسائر الدواوير في المغرب في الشمال الغربي لمدينة فاس، بدوار اسمه بوعجول، وهو يبعد بكيلومترين تقريبا عن مدينة غفسي. من أسرة محافظة، الوالد كان يعمل في العدالة، كما كانت له يعني مهن مختلفة تمت بصلة كبيرة إلى العدالة، منها مثلا نظارة الأحباس، كان نظيرا للأحباس، كما كان وكيلا عدليا، وكان كما قلت عدلا، وكان وكيلا للغياب، وهي مهنة طبعا لم تعد حاضرة في الوقت الحالي. المهم، تربيت في كنف بيت محافظ جدا، الوالد متخرج من جامعة القرويين، وكنت محظوظا بهذا، لأن في تلك الآونة كان الجهل يضرب أطنابه خصوصا في البادية. المهم، كنت محظوظا نوعا ما حتى من الناحية الاجتماعية، لم نكن نفتقد أي شيء، وكنا نعيش مع أبناء الدوار كإخوة، وكانت قيم الصداقة والمودة والمحبة كانت حاضرة بكثرة في تلك الآونة. درست في الكتاب يعني في الجامعة كما كسائر الأطراب في تلك الآونة. حفظنا القرآن، نوع من شيء، لا أقول القرآن كاملا، ولكن حفظت 15 حزبا، وكنت أذهب كل صباح إلى المدرسة. كان يعني كالبرنامج كان يعني صعبا وقاسيا جدا، لأننا كنا نجمع بين حفظ القرآن في الكتاب والمدرسة. المدرسة الابتدائية كما قلنا مرت بسلام، أخذت الشهادة الابتدائية، وبما أن غفساي في تلك الآونة كانت مجرد قرية كبيرة لم يكن فيها ثانوية، اضطررت إلى الذهاب إلى مدينة فاس، حيث درست في ثانوية مولاي رشيد. بعدها انتقلت إلى ثانوية مولاي يوسف بالرباط، حيث قضيت 4 أشهر فقط، ثم رجعت إلى مدينة مكناس حيث أكملت دراستي الثانوية. بعدها التحقت بمدرسة غراسة البساتين في نفس المدينة، وبعدها دخلت إلى الأكاديمية العسكرية، حيث تخرجت منها ضابطا برتبة ملازم ثاني.
عينت في مدرسة أهرموم العسكرية كمدرس. قضيت 2 وبعدها وقع الانقلاب الذي شاركت فيه، وفي نيتي ونية أصدقائي أننا نقوم بمناورة عسكرية، وحكمت ب5 سنوات سجنا، قضيت منها 20 سنة، منها 18 سنة ونيف في معتقل دزمامارت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بقناة زوم نيوز. عينت في مدرسة أهرموم العسكرية كمدرس. قضيت 2 وبعدها وقع الانقلاب الذي شاركت فيه، وفي نيتي ونية أصدقائي أننا نقوم بمناورة عسكرية، وحكمت ب5 سنوات سجنا، قضيت منها 20 سنة، منها 18 سنة ونيف في معتقل دزمامارت. يعني زيدت في محكوميتي 15 سنة هباء منثورا، وفي ظروف أقل ما يقال عنها أنها جهنمية. أطلق سراحي في سنة 1991، يعني في شهر أكتوبر. بعدها التحقت بالجامعة، أعدت اجتياز البكالوريا، ثم التحقت بجامعة محمد الخامس بأكدال بالرباط، حيث نلت إجازة في الحقوق. وحين أردت أن أتقدم الامتحان، يعني المحاماة، الدولة رفضت. وهكذا بقيت، يعني حاولت أن أجد لي موقعا تحت الشمس، إلا أن الدولة رفضت طلبي، كما رفضت طلب صديق لي أخذ الإجازة في الأدب الفرنسي، كان يريد أن يكون مدرسا. يعني حتى في البحث عن الشغل كانت هنالك عراقيل كثيرة. المهم، اشتغلت في منظمة غير حكومية اسمها حوار عربي أوروبي. وبعدها لما اشتغلت في هذه المنظمة، وزارة الداخلية حكمت عليها بالإعدام، وبقيت بدون عمل إلى اليوم. يعني إلى اليوم أتدبر أمري كيفما اتفق على شاكلة أصدقائي. في سنة 1994 يعني استدعانا وزير حقوق الإنسان، وقال لنا بأن الملك الحسن الثاني أمره بأن يصفى ملف دزمامارت، وقال لنا بأنه بعد 2 شهر ستشكل لجنة مدنية عسكرية للنظر في ملفاتنا، كل ملف على حدة. وفي انتظار ذلك صرفوا لنا 5000 درهم، إلا أن بعد مرور 2 شهر لم تظهر أي لجنة، وبقينا هكذا إلى أن توفي الحسن الثاني 1999، وحل محله الملك الحالي محمد السادس. هنا شكلت لجنة سميت باللجنة المستقلة للتعويض، شكلت تحت إمارة السيد الضحاك الذي كان وقتئذ رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مع بعض القضاة والمحامين. يعني الدولة هي التي شكلت. المهم، صرفوا لنا تعويضا، وبعد مرور سنة حرمنا من 5000 درهم التي كنا نتقاضاها.
ولما جاءت هيئة الإنصاف والمصالحة في سنة 2005 وكنا نعتقد بأننا سنكون في سنحظى بالاهتمام الأصدقاء الذين كنا نعرفهم كالمرحوم بن زكري، إلا أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تفعل أي شيء من أجلنا. على كل حال بقيت الأمور على ما هي عليه إلى حد الساعة. استفدنا من سكن اقتصادي ب25 مليون، وهذا السكن الاقتصادي لم يرقى إلى طموحاتنا، لأن 25 مليون جل الأصدقاء يكلون هذه الشقق ب 1500 درهم، و1500 درهم ليست كافية لتدبير أسرة بكاملها. على كل حال الحالة بقيت على ما هي إلى اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بقناة زوم نيوز. فكرة كتابة الزنزانة رقم 10 نبعت في ذهني وأنا في تزمامرت. طبعا كنا نحلم وعشنا بالحلم، لأن فرصة الخروج من تزمامرت كانت واهية جدا. قلت إن شئت كان لنا 1 على مليون كي نخرج من تزمامرت. كنا نموت كالخراف، كالفيران الموبوءة، الواحد تلو الآخر. ولكن في حلمنا كنا نحلم لو قدر لنا أن يفرج علينا ماذا سنفعل. كان من بين حلمي هو أن أكتب كتابا حول مأساتنا وحول معاناتنا، وقدر الله لنا سبحانه وتعالى الفرج، فاندفعت أكتب لأني كنت أحس بمسؤولية عظمى على عاتقي، مسؤولية الإخوان الذين ماتوا في ظروف همجية، قل ما يقال عنها أنها همجية. وهكذا كتبت الكتاب أولا باللغة الفرنسية، ثم ترجمته باللغة العربية. وكنت أعتقد، بالأحرى كنت أؤمن بأن المغاربة سيهتمون بهذا الكتاب نظرا لتلك الفترة السوداء التي عاشها المغرب والتي سميت بسنوات الجمر والرصاص. ولكن لم أكن أتوقع إطلاقا أن يكون له ذلك الاهتمام الكبير. بعد الزنزانة رقم 10 كتبت مجموعتين قصصيتين. الأولى سميتها محنة الفراغ، والثانية سميتها النبأ العظيم. أنا أكتب مقالات في العربي الجديد، وبصدد إكمال مجموعة قصصية أخرى، وأحلم بإنهاء رواية سميتها اعترافات جلاد. أتمنى أن يكون لي الحظ لإكمال هذه الرواية. وأنت تعلم أن هذه المقالات تأخذ مني وقتا طويلا. لو كنت في حالة مادية معتبرة لكنت لتفرغت للكتابة، لكتبت القصة القصيرة والطويلة إلى غير ذلك. ولكن الحالة المادية التي نعيش فيها كما يعيش فيها أصدقائي جميعا تجعلني أركز اهتمامي على المقالات. الشباب المغربي، أنت تعلم أن ثروة أي دولة هو شبابها. إن لم نعتني بالشباب فوداعا للدولة، وداعا لاستقرارها. ماذا أقول للشباب؟ أقول له أن يتعلم. الشباب ينبغي أن يقرأ، أن يدرس، لا أن ينساق وراء اليأس. أنت ترى شبابا يائسا تماما، ولهذا الفرص متوفرة. وإن لم تتوفر الفرص في الجامعات وفي المؤسسات التعليمية، هنالك الآن الإنترنت مثلا. الإنترنت
المعرفة هي تحت أرجل الشباب، يكفي بنقرة واحدة أن يلموا بكل شيء. أعتقد أن الشباب من واجبه أن يقبل على العلم والتعلم، من واجبه أن يقبل على المعرفة ولتغيير مأساته، لتغيير حاضره المأساوي. هذا ما أود أن أقول. شكرا لك. ما تنسوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.